السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة بسكوت البرتقان او بسكوت الشاي، حاجة كده بتدوب في البق. بنشكلها بالشكل اللي احنا عايزينه بأبسط المكونات والمقادير. بس قبل ما نقول المقادير، يا ريت لو مش مشتركين في القناة تشتركوا وتعملوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد من أكلة ماما. هنبتدي بالمقادير سهلة وبسيطة جدا. معايا كوباية من سكر البودر، معايا ربع كوباية من عصير البرتقان الفريش، معلقة صغيرة من الفانيليا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معايا ربع كوباية من الزيت، وتلات ارباع كوباية سمنة او زبدة زي ما تحبي، ومعايا بيضة واحدة، ومعايا 3 كوبايات من الدقيق. طبعا انا بتكلم بالاكواب المعيارية اللي هي 250. تقدري تعملي بالاكواب المعيارية او باكواب عادية تعادل الاكواب المعيارية. وبعدين هنزل باول حاجة معايا السكر، يفضل يكون بودر عشان ما يخرصش معانا في البسكوت. معايا سكر بودر ومعايا الزبدة او السمنة والزيت. هنزل بقى بالكلام ده كله كويس كده. هاند بلندر، خلاط، مضرب كهربائي المتوفر عندك. اهم حاجة ان الخليط ده يتجانس كويس جدا ويدوب، والسكر ما يكونلوش اثر. بعد ما اتأكد بقى ان الخليط ده داب كويس معايا، هبتدي انزل بعدين بحبة البيض اللي عندي. انا محتاجاه بيضة واحدة كاملة صفار وبياض. نزلت بحبة البيض وهضرب تاني كده ضربة خفيفة بحيث انه يتماسك كله زي ما قلنا ويتجانس. نزلت بقى بمعلقة بشر البرتقان وربع كوباية من عصير البرتقان الفريش، وهقلب كده كله يمتزج مع بعضه. وطبعا الفانيليا ما ننسيهاش، معلقة صغيرة من الفانيليا ونص معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هقلب بقى المقادير دي كويس وابتدي انزل بالدقيق شوية بشوية. اهم حاجة ننزل بالدقيق شوية بشوية، ما ننزلش بيه مرة واحدة، على حسب ما هنحتاج نديله. انا مستخدمة 3 كوبايات مش مليانين. ممكن تستخدمي اكتر وممكن اقل على حسب نوع الدقيق. عشان كده هننزل بيه واحدة واحدة وعلى حسب السوائل بتاعتنا وهنحتاج ايه. لما يكون بقى عندنا عجينة متماسكة كده نقدر ان هي تتشكل بكل سهولة، يبقى كده العجينة بتاعتنا تمام وناجحة. هنبتدي بقى نشكل البسكوت. انا شكلت هنا بمكبس المعمول، ممكن باي شكل. عملت باشكال قلب، بالقطاعة بقى بيكون فيها اشكال كتير. قطاعات متوفرة، ولو ما فيش ممكن تعمليها بسكينة، ممكن تعمليها كيس حلواني، بأي حاجة يعني هنتصرف، يعني مش مشكلة. ده شكل البسكوت اللي على شكل المعمول بعد ما خرج من الفرن. ما اخدش وقت، يا دوب بياخد كده لون حلو من تحت ومن فوق على درجة حرارة 190، وما بيتأخر يعني ما بياخدش وقت كبير، فنخلينا دايما متابعينه. ده بقى البسكوت كله بعد ما خلص، وزي ما احنا شايفين اخد لون حلو قوي، مستوي كويس جدا، واخد لون حلو من تحت ومن فوق، وبيدوب دوبان في البق. وريحة البرتقان فيه يا جماعة مش عاوزة اقول لكم بجد خطيرة. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والسبسكرايب، واستناكم في فيديو جاي على خير من اكلة ماما. سلام.